عايز اسألك سؤال يا صديقي، كم مرة حاولت وفشلت؟ مرة، 2، 3، 10؟ عايز اقولك ان توماس اديسون جرب او حاول 999 مرة ونجح في المحاولة الألف، نجح في المحاولة الألف، تخيل. وبالمناسبة توماس اديسون او عمنا توماس اديسون هو اللي جايب لنا الكود بتاع النهاردة. الكود النهاردة بيقول: لست اشعر ببرودة الهمة لان كل محاولة خاطئة اتخلى عنها هي خطوة تقودني الى الامام. لست اشعر ببرودة الهمة لان كل محاولة خاطئة هي خطوة اخرى تقودني الى الامام. عايز اقولك ان انا حاولت كتير زي كده وفشلت مرة واثنين وثلاثة، ولكن كل فشل او كل محاولة انا كنت بحاولها وكنت بفشل بيها كانت بتديني خبرة للتجربة اللي بعدها، وكانت بتديني وعي بنفسي اكتر ووعي بالمشكلة او بالحاجة اللي خلتني اوقف، وبالتالي بتجنبها في تاني مرة. يعني مثلا انا في مشوار تعلمي للغة الانجليزية حاولت مرة وحاولت التانية وحاولت التالتة، ولكن كل مرة بكتسب خبرة، بعد كده بتخطى المشكلة ديت وبواجه مشكلة بعدها، لحد ما هوصل ان شاء الله في مرحلة من المراحل ان انا هوصل لحالة ان انا خلاص تجنبت كل المشاكل وقادر ان انا استمر اكتر، وان انا اوصل فعلا للمرحلة بتاعت ان انا مستمر في اللغة الانجليزية وبدأت المشوار ونجحت. فكل محاولة بتديك خبرة وبتديك وعي اكتر للتجربة اللي بعدها، وده اللي بيوصله لك توماس اديسون. فعايز اقول لك او عايز اسألك سؤال: ليه انت مش بتحاول؟ ليه انت بتخاف تحاول، او انك انت بتخاف من الفشل من المحاولة؟ هل عرفت مرة شخص معين كده ان هو نجح من اول مرة؟ او هل في مشروع معين نجح من اول لاخره كده عمره ما خسر خالص؟ اكيد ما فيش الكلام ده على ارض الواقع. عايز اقول لك كمان ان الفشل عمره ما كان فيه انك انت فشلت او انك انت خلاص وقعت وما نجحتش او ما وصلتش للنجاح، ولكن الفشل انك انت ما حاولتش اصلا. الفشل فيه عدم المحاولة من الاساس، لان كل محاولة زي ما قلت ان هي هتديك خبرة او هتديك وعي بنفسك وبالمشكلة نفسها، وبعد كده تقدر تتجنبها. بينما انك انت لسه ما خلاص عمرك ما جربت خالص، اكيد وقت ما تيجي تجرب هتقع، وللاسف وقتها هتكون متاخر ووقتها هتدفع ثمن كبير. وعايز اقول لك كمان ان التعلم وانت صغير بيكون احسن من انك انت تتعلم وانت كبير. قابليتك لانك انت حد مثلا يهينك في الشغل او ان هو يتكلم معاك باسلوب مش لطيف وانت صغير بتكون اكبر بكتير من انك انت وانت كبير مثلا حد يكلمك باسلوب مش كويس، او انك انت يقول لك ازاي انك انت متعلمتش الحاجه ديت، او ازاي انك انت ما عندكش خبره في الحته ديت. وهنا اقول لك على قد ما تجرب على قد ما يكون نجاحك، على قد ما تجرب على قد ما يكون نجاحك. عايز اقول لك في الاخر ان المحاوله هي جزء من النجاح، وان المحاوله كمان هي رحله في البحث عن نفسك، عن كل اللي بتحبه، عن حاجات انت بتحبها، عن ايه اللي بتكرهه، عن ايه اللي عندك شغف بيه، عن ايه اللي انت تقدر تكمل فيه وانت مش زعلان، على ايه الحاجه اللي انت عمرك ما تقدر تتحملها. وبالتالي انت من خلال المحاوله بتعرف نفسك. انا من خلال المحاوله عرفت ان انا بحب المونتاج، من خلال المحاوله عرفت ان انا بكره شويه التمريض، عرفت من خلال المحاوله ان انا شويه حلو في القراءه او ان انا اقدر التزم بالقراءه، عرفت من المحاوله ان الحاجه اللي انا عايز اكمل فيها هي المونتاج. اقدر اقول ان انا لو ما حاولتش من الاساس ما كنتش وصلت لان انا بعمل فيديوهات دلوقتي. ومن خلال المحاوله برضه هتعرف انك انت بتحب اصناف معينه من الاكل. يعني اعتقد انك انت لو ما جربتش اكله معينه عمرك ما تعرف انك انت كنت بتحبها ولا بتكرهها. اكيد حصلت معاك ديت، اكيد انك انت جيت خاطرت مره واحده كده وجبت اكله معينه ولقيت ان الاكله دي جامده جدا وحبيتها قوي وبقت ممكن تكون الستاندرد بتاعتك بعد كده. اوكي، فعايز اقول لك في نهايه الحلقه ما تتكسفش او ما تخافش انك انت تحاول الفشل وانك انت ما تحاولش. الملحوظه الاخيره اللي عايز اقولها لك ان في حاجات كتير مش موجوده في كورسات على يوتيوب، ولا موجوده في اي كورسات مدفوعه، ولا حد يقدر يوصفها لك، ولا حد عمره حول الحاجه ديت لمنتج. يعني مثلا على سبيل المثال محدش هيقدر يقول لك على المشاعر، او مفيش حد يقدر يقول لك عن حلول لمشاكلك كامله. لازم انت تحاول وتوصل للحل بنفسك، لان كل واحد ليه التجربه الخاصه بيه. فبس الحلقه طولت جدا، ما تنساش تعمل سبسكرايب وتدوس لايك وتعمل كومنت او تكتب كومنت تحت، وبس نشوفكم في الحلقه الجايه. سلام.